السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الرحلة التاريخية. معكم كمال، مرشد سياحي من مدينة مراكش. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم القصة الحقيقية ديال تأسيس مدينة مراكش وعلى الراجل اللي بناها يوسف بن تاشفين. يلا رجعوا مع بعضياتنا اللور في التاريخ حتى القرن 11 في الصحراء الكبرى. شكون هو يوسف بن تاشفين؟ يوسف بن تاشفين كان أمازيغي من قبائل المتونة، وحدة من القبائل القوية ديال الصحراء. تزاد وتربى في بيئة قاسية، ولكن من صغرو كان كنبان عليه الذكاء والشجاعة. ماشي غير محارب عادي، ولكن كان سياسي محنك وقائد متدين. خدم مع عبد الله بن ياسين الفقيه المالكي اللي أسس حركة دينية الهدف ديالها هو الإصلاح المجتمع ونشر الإسلام السني، وسماو هاد الحركة بالحركة المرابطية ولا المرابطين. يوسف بن تاشفين اللي ولا من بعد القائد العسكري ديال الحركة المرابطية، وبدا كيوحد القبائل الأمازيغية وكينشر الأمن في المنطقة. الحركة ديال المرابطين ما بقاتش غير دينية، ولات قوة عسكرية وسياسية كتحكم في شمال إفريقيا كله. بفضل يوسف بن تاشفين الدولة المرابطية توسعات من نهر السنغال حتى لجبال الريف في الشمال. نظم الجيش، طبق الشريعة، وخلق وحدة حقيقية في المغرب الكبير. ولكن رغم كل هذا النجاح كان خاصو عاصمة قوية، وهنا كيبدا الفصل الجديد لتأسيس مدينة مراكش. السؤال المطروح هنايا هو علاش اختار يوسف بن تاشفين مراكش باش تولي عاصمة الدولة المرابطية. يوسف بن تاشفين كان تيقلب على بلاصة استراتيجية اللي غادي تكون بين الشمال والصحراء الكبرى، وتكون قريبة من الطرق التجارية، وبطبيعة الحال يكون فيها ما يكفي من الماء والأرض باش تبني فيها مدينة كبيرة. شاف بأن هذه الأرض اللي تنهضر عليها هو سهل حوز، فيها الواحة ديال النخيل وفيها الوديان وقريبة من جبال الأطلس. قال هنا غادي نبني العاصمة ديال الدولة المرابطية. وفي عام 1062 ميلادية عطى الأمر ديالو باش تبنى المدينة وسماها مراكش. Welcome to Marrakech. بعض المؤرخين كيقولوا أن كلمة مراكش جات من كلمة أمازيغية، وهي فيها جوج سميات: أمور نكوش. أمور هي الأرض، كوش أور أوغوش هو الله. So Marrakesh is the land of God، أرض الله. ومن ذاك النهار ولات مراكش نقطة رئيسية في التجارة ومركز ديال الحكم ديال الدولة المرابطية. مراكش ما تبناتش بالصدفة. يوسف بن تاشفين كانت عنده واحد الرؤية واضحة، بغى يبني مدينة كتجمع بين الأمن والدين والتجارة. عطى الأمر ديالو في الأول باش يبنيو الأسوار باش تحمي المدينة من أي هجوم خارجي. هاد الأسوار اللي بنوهم بالحجر والطين. ومن بعد دار الجامع ديال بن يوسف. كل هذا التاريخ بدا من هنا. هذا هو الجامع ديال بن يوسف، هذا الرجل العظيم اللي خلى لينا مراكش، وهو أول معلمة دينية كبيرة ومركز للتعليم والعبادة. وحتى اليوم هذا الجامع باقي تيحمل السمية ديالو، جامع بن يوسف. جاب البنائين والمعلمين والحريفية من الأندلس وفاس، ومن بعد بنى القصور ديالو
ونظم نظام الساقية ولا الساقية ونظام ديال الخطارات، وهو وحدات مائية تحت الأرض كتوصل الماء للناس، كتوصل الماء للحومات. ونظم أيضا السوق، دار الحومات وخلى المدينة تكون قابلة للحياة والنمو. كانت مدينة حديثة بمعايير ديال ذاك الوقت. أجيو دابا نتعرفوا على هاد الشخصية التاريخية والإرث ديال يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين ما كانش غير محارب أو سياسي، كان رجل متدين ومتواضع وعنده رؤية بعيدة. كان كيتسمى آنذاك أمير المسلمين، ورفض ياخد لقب الخليفة احتراما للخلافة العباسية في بغداد. هذا التصرف بين التواضع ديالو والاحترام العميق للتوازنات الدينية في العالم الإسلامي. وفي عام 1086 دار واحدة من أقوى الانتصارات العسكرية في العصر ديالو في معركة الزلاقة ضد القشتاليين، انتصر فيها انتصار كبير. اشنو هي العبرة اللي غادي ناخدو من هذه الشخصية التاريخية؟ من بعد ما توفى يوسف بن تاشفين سنة 1106 ميلادية وتدفن في مدينة مراكش، المدينة اللي بناها بيديه وبالحلم ديالو الكبير، الإرث ديالو باقي حي إلى يومنا هذا. وهذا الإرث تلمسوه في المساجد وفي الأسوار وفي التاريخ وفي قلوب الناس اللي كيعرفوا قيمته. 500,000 blocks of neat gold. He's a very, very rich man. Even his mosque, you notice now difference between Berber architect and Arabic architect. Berber مراكش ماشي غير مدينة سياحية، هي الرمز ديال القوة والدين والحضارة. أنا كمرشد سياحي كنحس بالفخر كل مرة كنحكي هاد القصة، وكنشوف في العيون ديال الزوار الدهشة والاحترام لهاد الشخصية هادي، يوسف بن تاشفين. وحتى حنا كمغاربة خاصنا نفتخروا بهاد الشخصيات التاريخية ونعلموا الأجيال اللي جاية على الجذور ديالهم.